أكاد من فرط الجمال فرط الجمال أذوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه حبايب طبخ تيوب؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتونا جدا بعد الغيبة اللي احنا غبناها عليكم ديت، بس كانت غصب عننا عشان كنا مشغولين طبعا مع ماما بتجهيزات الحج بتاعتها. ربنا تقبل منها يا رب وينورها لكل مشتاق وعقبالكم جميعا. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة احتفالا برجوع ماما البيت. هتبقى كيكة بالمانجا. بس قبل ما نبدأ في اي حاجة هنسمي الله ونصلي على النبي. يلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا. اول حاجة المكونات اللي هنحتاجها معانا نص كوباية سكر ومانجاية ونص كوباية زيت، ومعانا كيسين بيكنج باودر ورشة ملح، ومعانا هنا كوباية سكر وكوباية الا ربع لبن، ومعانا هنا كوباية ونص دقيق. تعالوا معانا عشان نشوف هنعملها مع بعض ازاي. ضفنا الزيت والسكر والمانجا مع بعض وهنضربهم في الخلاط، وبعد كده هنضيف الخليط بتاعنا على كوباية ونص دقيق منخول، وهنضيف معلقتين كبار بيكنج باودر ورشة ملح، ونقلب المكونات كويس مع بعض. ادي العجين بتاعنا اهو. ضفنا عليه نص كوباية مية عشان خاطر العجين كان يابس شوية، وطبعا احنا حاطين كيسين بيكنج باودر عشان مفيش فيها بيض. اهم حاجة العجين يبقى معاكي سايل كده بالطريقة دي. ممكن يحتاج منك مية او لا، بس على حسب ما انت شايفة العجين محتاج ايه. وفي قالب معانا هنا مدهون بالزبدة او مادة دهنية ومبطن كده بالدقيق هنفضي الخليط بتاعنا. طبعا خبطنا الصينيه كويس على الارض، بلاش الرخام عشان ما تتكسرش. خبطناها على الارض وسويناها كده وطلعنا منها فراغات الهواء. هندخلها بقى على فرن مسبق التسخين. هنجهز الكراميل بقى. هنحط هنا كوبايه سكر ونسيبها تتكرمل. بعد ما الكراميل يتكرمل معانا كده هنضيف عليه معلقه زبده او سمنه وهندوبهم مع بعض، وهنضيف عليها كوبايه الا ربع لبن يكون دافي مش من التلاجة، ونقلبهم مع بعض كويس. اهم حاجه نضيف اللبن واحده واحده بالتدريج ونقلب كويس. بعد ما رفعنا الكراميل من على النار اهو هنضيف عليه بقى ايه رشه فانيليا، وهنسيبها تبرد بقى لغايه ما الكيكه تطلع من الفرن. بعد ما الكيكه طلعت من الفرن يا جماعه هنضيف عليها الكريم كراميل. اهي يا جماعه بعد ما خلصت تبقى كده جاهزه على التقديم وبألف هنا وشفا. طبعا الريحه تحفه. لسه بقى هندوق الطعم ونقول لكم، بس اكيد طبعا هيطلع تحفه. احنا اكيد ما بنعملش حاجه وحشه، ودي يا جماعه مش ثقه ولا حاجه، ده غرور عادي يعني. بنهزر معاكم طبعا. هنستناكم تعملوا الوصفه وتسيبوا لنا رايكم فيها في الكومنتات. شايفين الصوص يا جماعه؟ حاجه كده تحفه 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 تحفه. وبكده يا جماعه تكون خلصت الحلقه بتاعتنا. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم وتجربوها وتسيبوا لي رايكم فيها في الكومنتات تحت. وما تنسوش طبعا اللايك والشير وسبسكرايب لو انت اول مره بتتابعنا، واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده ووصفه جديده من وصفات طبخ تيوب.